الجنة دي مكان ربنا وعد به الناس اللي آمنت بيه ومشيت على طريقه واتبعت أوامره وابتعدت عن اللي يغضبه. مكان ما فيهوش تعب، ما فيهوش وجع ولا حزن ولا خوف ولا موت. الناس اللي هتدخلها هيفضلوا فيها على طول، عايشين في راحة وسعادة مش بيخلصوا. ربنا وصفها في القرآن إنها فيها أنهار، مش نهر واحد، ده أنهار كتير، وكل نهر ليه طعم غير التاني. في نهر مية صافية، وفي نهر لبن وطعمه ما بيغيرش، وفي نهر خمر مش بيسكر ولا يضر، وفي نهر عسل نقي. وكما فيها شجر كتير، الشجرة منها تظل الدنيا، والفاكهة بتاعتها مش محتاج تمد أيدك وتطلع فوق، لا، ده قريبة ليك، تاخد منها اللي يعجبك من غير ما حد يمنعك. اللي هيدخلوا الجنة هيبقوا شباب دويما، مفيش كبر ولا تعب، شكلهم جميل ولبسهم حرير، وإيديهم فيها سوار من ذهب، ووجوههم منورة، قاعدين على سرر متقابلين، يعني مفيش حد مدي ظهره لحد، كله حب وود وسلام. مفيش هناك صياح ولا خصام، الكلام كله هادي وجميل، سلام سلام. وبيكون معهم الناس اللي بيحبوهم واللي كانوا صالحين زيهم، يعني مفيش فرقة بين حد وحد، وربنا بيجمعهم سوا. تخيل كده لما تكون في مكان حلو وسط ناس بتحبهم، والأكل قدامك تشتهيه تلاقيه، وكل حاجة نفسك فيها تبقى قدامك من غير تعب. وأعظم حاجة في الجنة إنك تشوف ربنا. اللحظة دي هي اللي كل النعيم جنبها ولا حاجة، لأنك شفت اللي خلقك وكرمك ودخلك الجنة برحمته. الجنة مش مجرد مكان، دي حلم وأمل، وربنا قال عن نعيمها إنه فوق اللي بنعرفه أو نتخيله. عشان كده لما نسمع عنها أو نقرأ في القرآن، نحس فعلا إن مفيش حاجة في الدنيا تستاهل إننا نخسر الجنة علشانها. تخيل تصحى في يوم وتلاقي نفسك مش في الدنيا، لا، في مكان تاني خالص، مفيهوش لا زحمة ولا دوشة ولا فواتير ولا هموم ولا مرض ولا فراق. جسمك سليم، مفيهوش وجع ولا تعب، مفيش صداع ولا دكاتر ولا حتى نوم. أيوه، الجنة ما فيهاش نوم، لأنك مش هتبقى محتاج ترتاح أصلا. كله نشاط وسعادة وفرحة. البيوت اللي هناك مش زي بيوت الدنيا، لا، دي قصور من ذهب وفضة، أرضها من المسك، وطرقاتها كلها ريحة حلوة، حتى التراب بتاعها مش تراب عادي، ده من الزعفران. وكل حاجة حواليك شكلها يشرح القلب. مشهد الأنهار وهي ماشية تحت رجلك، والطير بيطير حواليك، تسمعه بصوته الجميل، ولو نفسك في أي حاجة حتى قبل ما تقولها تلاقيها قدامك. النساء في الجنة للي ربنا رزقه بيهم، جمالهم فوق الوصف، والرجالة هناك في أحسن صورة، لا في شيخوخة ولا عجز. وعيالك لو كنت فقدت حد في الدنيا هتلقيهم مستنينك، وأهلك اللي سبقوك بالخير، ربنا بيجمعك بيهم، ولو كنت لوحدك ربنا يعوضك بصحبة أحسن من أي حد. والأكل، والله أكل الجنة ده مش زينة هنا بناكل علشان نجوع ونتعب، لا، هناك الأكل متعة، ما فيش شبع مزعج ولا شهوة مرهقة. كل حاجة فيها طعمها جديد وجميل، حتى الشرب، تشرب كده وتحس ببرودة وحلاوة مش حسيتها قبل كده. تخيل كمان إنك ماشي في الجنة وتسمع سلام من الملائكة. والله، الملائكة يسلم عليك، سلام عليكم بما صبرتم، يعني مكافأة على صبرك في الدنيا، على تعبك، على دموعك، على كل مرة قلت فيها يا رب وأنت موجوع. ولما توصل لمرحلة إن ربنا يقولك رضيت عنك وتبصو وتشوف ربنا، اللحظة دي ما فيهاش وصف، هي اللحظة اللي كل أهل الجنة يستنوها، وسعتها، كل النعيم اللي قبل كده يتحول لحاجة بسيطة، لأنك شفت أغلى حاجة، وجه ربك الكريم.